سلام، يلا بينا نجهز لوليمة العيد، الفيديو المنتظر. يلا بينا يا جماعة، شوفوا معايا الخطوات لأحلى وأطعم وأسرع فتة في التاريخ. حلة على النار، وبعد كده نضيف السمنة، وبعد كده نضيف الزيت زي ما انتوا شايفين كده، ونستنى يسخن وننزل باللحمة. نديتها شطفة سريعة كده، دي لحمة ضاني طبعا كيلو. ننزل اللحمة في السمنة والزيت زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هننزل عليها البهارات: ملح، فلفل اسود، شوية كزبرة ناشفة، وورق غار، وكمان هيل، واي خضار عندكم. انا حطيت بصل وثوم وفلفل وطماطم، ونديها تقليبة سريعة. وبعد كده نضيف لها المية السخنة، نغطيها تماما، وبعد كده نوطي عليها النار ونغطيها بعد ساعتين تقريبا. بصوا يا جماعة، اللحمة اقسم بالله دايبة دايبة، والشوربة بتاعتها تحفة طبعا. وبعد كده نطلعها من الحلة، نصفيها بعيد عن الشوربة زي ما انتوا شايفين كده. اقسم بالله تحفة، وريحتها تحفة، وطعمها تحفة. نحط طاسة على النار، ننزل فيها معلقتين سمنة كبار، وبعد كده نبتدي ان احنا نحمر اللحمة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده نستنى عليها تاخد اللون الحلو ده. ريحة قلب الدنيا، والله العظيم ريحة قلب الدنيا. وبعد كده نرفعها من السمنة والزيت، ويلا بينا نعمل الرز. مية سخنة، شوية زيت، شوية سمنة، معلقة ومعلقة، شوية فلفل اسود، ملح، وكمان انا بحب استخدم هيل. نستنى على المية تغلي، ونكون غسلين الرز كويس جدا، ونضيف الرز للمية ونقلب كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما يتشرب الرز. وبعد كده بنغطي ونوطي عليه النار. شايفين يا جماعة الرز فلفل ازاي؟ الرز حلو قوي قوي، مستوى بسرعة جدا. طاسة على النار، هنعمل اللي هي الثوم والخل، الدقة بتاعت الثوم والخل. اول حاجة هننزل ثوم، نشوح كويس جدا، وبعد كده ننزل عليه بخل ابيض بما يعادل تقريبا معلقتين كبار. وبعد كده نبتدي نبهر شوية كزبرة ناشفة، شوية فلفل اسود، وشوية ملح، وشوية مية سخنة مش كتير، بما يعادل نص كوباية بس تكون صغيرة مش كبيرة. ونديها كمان عصير ليمونة كاملة، ونديها غلوة بالظبط، ونشيلها من على النار. ويلا بينا على الصلصة الحمراء. ما زعلناش حد اهو، صلصة الثوم والخل وصلصة الحمراء كمان. يلا بينا توم وطماطم معصورة، وهننزل بمعلقتين صلصة كبار، شوية فلفل اسود، شوية ملح، شوية كزبرة ناشفة، سكر، وكمان شطة، وانا بحب اضيف لها ليمون، عصير ليمونتين كبار. ونقلب كله مع بعضه كويس. دي تتاكل نية، والله العظيم تتاكل نية. الريحة قلب الدنيا، ريتكو معايا تشموا الريحة. ويلا بينا على التقديم. من احلى الاكلات على قلبي، ومن اسرع الاكلات اللي بتخلص في ثواني، ساعة ساعتين يكون الاكل جاهز. جربوها، وما تنسوش الفولو واللايك والسبسكرايب، واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.